يا منفسنين مني دنيني قاعد دكة، يلي عينيكو مني ده انستا باي فكة. قطعني يا عم الغراب. يا منفسن فكك ماشي يا متماشي، يا منتن انزل تاني وهتعاني. يا منفسن فكك ماشي يا متماشي، يا منتن انزل تاني وهتعاني. ده عيوننا بتفتح على وشك وميومنا بيقفل يا اناني. هتعكر صف وانا هرتاح لك، ده فداني فدائي يا كنتاكي. انا فل الدنيا تمام قوي كده، انا هقفل قلبي خلاص على كده. زمان انا كنت عبيط بقى وفاهم ان كل الناس طيبه وبتاع. كبرت خدت شلوت في نص اسناني اتطرمت، فبقيت بقى ماشي مش عارف اميز مين اللي كويس ومين اللي وحش. قصه بقت مش مفهومه بالنسبه لي لحد ما ركبت طقم اسنان، ودلوقتي بغسل سناني ومهتم بيها وصاحي قوي. انا فل الدنيا تمام قوي كده. ايه اللي بيبص لك في اللقمه ده يا باشا؟ حاول ما تاكلش قدامه. خلصانه. اكيد انت قابلت الشاب اللي عايز ياخد مكانك في الشغل ده. خلي بالك بقى، لازم يبقى معاك في شنطه اللابتوب بعضمه. ليه بقى؟ عشان هو في يوم لو اصطادك مش هيحل. فاول ما تحس ان هو عايز ياخد مكانك ارميله العظمه على طول. انا هقفل قلبي خلاص على كده. اما بقى اللي عايز يخطف منك اللقمه ده بقى بتجيب الفلوس تدينها له ايه؟ جبنه، زبده، حته طماطمايه، وتسيبها على مكتبك. طبعا هو هيجي على الريحه. اول ما يجي على الريحه انت مأمن نفسك مصور مكتبك بكاميرات مراقبه. انا مش عارف ايه اللي انا بقوله ده بصراحه. انا فل يا دنيا تمام قوي كده. برضه هتلاقي الواد المنفسن ده دايما عايز منك حاجه، دايما، فعمره ما هيعرفك لوجه الله. وهتلاقيه ايه بقى؟ بيلف ويدور. وهو عايز منك حاجه بقى يقعد ايه؟ عشان ياخد منك المصلحه بشكل غير مباشر. فانت بقى تعمل ايه؟ تشتغل معاه بالستايل ده. انا هقفل قلبي خلاص على كده. الشخص المنفسن بيبقى عايزك منفسن زيه. ليه؟ لانه حاسس بوحده، فهيتشقلب عشان يخليك زيه. وانا من خبرتي ان الناس دي بتبقى كسوله قوي، فانت عايز تخلص منه. اول ما يجي يقول لك انا مخنوق وعايز اتكلم معاك في موضوع، قول له قابلني في الجيم. مش هننزل النهارده كده اصل انا في حاجه مضايقاني وعايز احكي لك عليها. قول له انا مشترك في ماراثون القاهره، تعالى نتكلم واحنا بنيجي. فرهد امه. انا فل الدنيا تمام قوي كده. الناس اللي متعوده على كره البني ادمين بيبقى عندهم فورمه الكراهيه. فانت كواحد لسه مسلوع لسه بتبدا، بلاش تخش معاهم في تحدي، لانه ده الصبح بيصحى ياخد قهوته ويقعد يكره بقى في البني ادمين. فبلاش لا تخش معاهم في محاربه ولا تقلده، لان هو فورمته اعلى منك بكتير. شوف بقى هو بيعمل كده بقاله كام سنه. خلي بالك عشان ما تبقاش بتكره زيه كملحوظه يعني. ليا واحد صاحبي نضيف بعمله معامله الزرع. بسقيه الصبح وبالليل، قصدي بكلمه الصبح وبالليل اطمن عليه، اشوفه ايه اخباره، ومشترك في الجروب بتاع زراعه بلكونه عشان اعرف ازاي احافظ على صاحبي. قصدي اهتم بالزرع. وفي النهاية عايز أقول لأي حد منفسن، ودي هتبقى أول حلقة أقول فيها للناس اللي أنا بنتقدها رسالة: أنت يا اسطى منفسن عشان خايف يا اسطى وقلقان يا اسطى، فعايزنا كلنا بره نعيش على مزاجك، في حين إن أنت ممكن تسلك من جوه، لأن أنت على الأقل واحد وتقدر تتحكم في نفسك. أما إحنا كتير وهنطلع